حكاية من التراث 3. شخص اشترى قطعة قماش علشان يفصل منها بدلة. شخص سليم جدا، معافى، كل أطرافه سليمة، دراعاته سليمة، رجليه سليمة، رقبته سليمة، جسمه سليم جدا. راح لترزي متخلف. المهم إن الترزي فصل له البدلة. راح صاحبنا علشان يشوف بدلته، فلا حاجة كده مهلهلة، يعني شكل غريب جدا، مش بدلة خالص، يعني كل حاجة فيها فاقدة الشكل الطبيعي بتاعها. كم اليمين مدلدل وقصير من حتة، وواسع من حتة، وضيق من حتة، والشمال عكسه تماما. الرجل نفس الموضوع، رجل بشكل ضيقة وقصيرة، ورجل مش عارف عاملة ازاي. المهم ان في النهاية بدلة شكلها مسخ. ايه ده يا عم اللي انت مفصلهولي؟ قال لي يا عم اصبر بس على رزقك، الموضوع سهل خالص، البس يا معلم، هات بس دراعك كده. قام مدور له دراعه اليمين ويلويهوله وعامله لفوق. بس يا عم دي انت لبست اهو. وادي الدراع الشمال مدلدل، دلدل ايدك كده وارفع ايدك كده، ورجلك دي امشي على رجل واحده، ورجلك التانيه اليمين ارفعها للجنب وصدرها في وش الناس، وامشي على رجل واحده، ورجل مدلدله وايد مدلدله، والدنيا هتبقى زي الفل. بس كده. فضل وراه لحد ما اقنعه. بعد كده خرج في الشارع. طبعا الراجل اصبح شكله مشوه لانه اتطبع على البدلة المشوهة. فطبعا الناس في الشارع مش هيشكوا للحظة ان الترزي عمل فيه كده، هم هيقولوا انه فعلا هو الراجل ده كده. فبقوا يقولوا فين الترزي العبقري ده اللي قدر يفصل للراجل المشوه ده البدلة وتيجي على مقاس كل حتة مشوهة في جسمه. الشعب كان سليم ومعافى، وأصبح مشوه.